بات النادي الأهلي بصدد الإعلان عن تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء عقودهم بانتهاء الموسم الجاري. وأعلن الإعلامي محمد الليثي أن إدارة النادي الأهلي قررت تجديد عقد ثنائي الفريق رامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة موسمين، حيث ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الحالي. وقال محمد الليثي في تصريحات إذاعية عبر أون تايم سبورت أن رامي ربيعة 32 عاماً سيحصل على 35 مليون جنيه في الموسمين، بينما ياسر إبراهيم 32 عاماً سيحصل على 30 مليون جنيه في نفس الفترة. وأضاف أن تفعيل الموسم الثاني من العقد الجديد بالنسبة لرامي وياسر سيكون مرتبطاً بنسبة مشاركتهما في المباريات بعد انتهاء الموسم الأول. كما كشف محمد الليثي عن موافقة إدارة النادي الأهلي على انتقال كريم نيدفيد لاعب الفريق بشكل نهائي إلى نادي زد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، موضحاً أن زد يرغب في ضم اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة. وانتهى إن إدارة زد استطلعت رأي نظرائهم في الأهلي بشأن إتمام الصفقة، وقد رحبت إدارة القلعة الحمراء برحيل اللاعب بعد الموافقة. وعلى سياق آخر، يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري. وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام فريق المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة يوم الخميس 26 من ديسمبر الجاري.